السلام عليكم، انا محمد ودي قناة تلخيص على السريع. يلا بينا في تلخيص جديد، بس في البداية نصلي على النبي ويلا بينا. بدايتنا مع علي وسارة، اتنين شباب زي الورد قاعدين في كافيه وشكل الكيمياء بينهم عالية جدا، وده هيبان لما علي قدر يضحك سارة من قلبها علشان يتصوروا. الاتنين دول بقى يا سيدي تقدر تقول انهم مع بعض طول اليوم، حتى لو كل حد فيهم كان بيشتغل غير التاني. وبما ان سارة بتحب قوي تتفرج على الجزم الرجالي، فعلي كان قاعد يصور لها في جزم زمايله، وهي بتسمعه الحوارات اللي بتحصل بين الموظفين عندها في الشغل، وقيس على كده كتير الاتنين مع بعض طول اليوم فعلا. وبالليل اصحابنا كانوا مع بعض بيعملوا شوبينج في المول، وبعدين طلعوا السينما. وبعد ما الخروجه خلصت علي طلع بسارة على بيتها القديم اللي عايش فيه باباها. الغريبة انها ما كانتش حابة تروح هناك، فعلي سابها وقال لها انه هيطلع يجيب شوية حاجات. ولما باباها طلع يبص عليها من الشباك على امل انه يشوفها، البنت استخبت وما تعرفش ايه اللي مزعلها منه للدرجة دي. المهم صاحبنا نزل واستغرب هي ازاي مقاطعة راجل جميل زي عم رفعت، وقعد يحكي لها قد ايه هي محظوظة وقد ايه هو بيتمنى اب زيه. الكلام ضايق سارة، وهوب فتحت باب العربية وهي ماشية. طيب ايه اللي حصل؟ ما انا قلت لك هي زعلت من علي لانها فهمت انه عاوز يصالحها على باباها، وقالت له ما تسمحش لنفسك تعمل كده مرة تانية ابدا. فالواد اتأسف لها واخدها وطلعوا على بيتها وقعدوا يتعشوا سوا. تاني يوم سارة كانت قاعدة مع علي ومامته، وبيبان من الكلام ان العيلتين كانوا قريبين جدا من بعض، علشان كده علي وسارة زي الاخوات بالظبط. وبعد ما خلصوا اكل، سارة راحت تساعد علي علشان راح يقابل بنت عجباه، وكان هيموت وياخدها معاه، بس هي قالت له انها ملهاش دماغ للي هو عايشه ده. هي عايزة تروح تسخن المحشي بتاع مامته وتتفرج على التلفزيون، وكده هتبقى تمام التمام. بعدها بنشوف ان ايوب صاحبهم واقف في خطوبته بيتخانق مع العروسة قبل حتى ما يبداوا الخطوبة. ليه يا جماعة في ايه؟ قال لك اصل الراجل متضايق علشان خطيبته عزمت صحابها من غير ما تقول له، فبالتالي هو ما عزمش اصحابه، وبناء عليه والله ما انا داخل الخطوبه الا لما اصحابي يجوا، ولو ما جوش همشي. طبعا علي وساره خطتهم لباقي اليوم باظت، وكل واحد كنسل مشاريعه واضطروا يروحوا غصب عنهم للخطوبه. صاحبتنا ما كانتش طايقه نفسها ونازله بشبشب وجزمتها في ايديها، واعصابها كانت ايه تعبانه ومتعصبه. فعلي قال لها اهدي بس، انا هحاول اجيب حاجه حلوه ومش هنتحرك قبل ما تقولي انك تمام، حتى لو مش هنروح خالص. صاحبنا نزل وهي قعدت تكمل تظبيط الميك اب بتاعها في العربيه، ولما رجع سالته عيني مظبوطه، وكانت الاجابه بالملي. يا لهوي ايه القمر ده. المهم ساره بقت هاديه وكلت الحاجات اللي علي جابها، واخيرا وصلوا على الخطوبه. وقبل ما يطلعوا كانت لبست الجزمه علشان تكمل الشياكه، وفوق كانوا هيموتوا من الضحك لما العروسه واصحابها عملوا نمره روشنه ولا كانهم في قاعه. طبعا العريس واقف بيتفرج وتحس انه عاوز يجيب اللي في بطنه. عاوز الفت نظرك ان علي لا اراديا بيغير على ساره من اي حد، زي مثلا الاخ اللي كان واقف مركز معاها جدا، فالتاني قام يرقص معاه، وبعدين خد ساره على جنب مع نفسهم. وبجد يعني باين ان الانسجام بينهم فوق السحاب. السؤال هنا، في رايك ممكن يكون الاتنين بيحبوا بعض وخايفين من المواجهه، ولا علي هو الوحيد اللي شايف ان ساره مش اخته؟ اكتب لي في التعليقات. المهم الاتنين خلصوا الخطوبه وكان مزاجهم رايق اخر حاجه، فقالوا يطلعوا يكملوا السهره في مكان لطيف. ولما كانوا قاعدين في امان الله، مره واحده دخل عليهم دكتور رامي، وشكله يعرف ساره لان نظرته ليها عميقه شويتين، اما نظرته لعلي تقريبا فيها شويه غيره. وخليني اقول لك ان مش هو لوحده، علي برضه بصته ليه كانت مش ولا بد، خصوصا لما اخد رقم ساره علشان يبقوا على تواصل. بس عموما الاتنين سلموا على بعض عادي. وبنعرف من الحوار ده ان رامي يبقى دكتور اسنان، وكمان هو وساره كانوا جيران قبل ما تسيب بيت باباها وتعيش لوحدها. وبعد الكلام والسلام دكتور رامي استاذن لان كان معاه ناس. بعدها علي كان هيتقل في الشرب، فصاحبتنا قالت له لا كده اتعشت قوي، كفايه علشان ما تقفرش شويه. وعدت واحده انما ايه خلتهم هما الاتنين ركزوا معاها. فساره بصت لعلي كده اهو وقالت له ما تبصش كده ما يصحش، هي عجبتك ولا ايه؟ وقتها علي فتح في الكلام مع ساره واسمع الحوار كان على ايه. على فكره ما فيش اي واحده في المكان هنا عجباني، كلهم ما فيهمش حاجه مميزه. يعني انا مثلا لو ما كنتش اعرفك كنت هتبقي انت الوحيده اللي ممكن تشديني هنا. وعارفه الدكتور رامي ده شخصيه نظيفه قوي وهيكلمك تاني انا متاكد. ولما التانيه سالته اشمعنى يعني، قال لها اصل انت من البنات اللي تشد مش واحده وخلاص، انت يا ساره انثى مش مجرد بنت. ليه؟ لان اي انثى بنت، لكن مش اي بنت انثى. وكمل وقال سواء كنت لابسه عادي او اخر شياكه حاطه ميك اب او من غير، فانت كده كده ست على وضعك. اليوم اللي بعده الاتنين اخدوا مامة علي وطلعوا صيفوا في اسكندريه. وفي الطريق صاحبنا عرف ساره ان في واحده زميلته في الشغل عاجباه قوي، وانه كلمها علشان يرتبطوا، بس هي قالت له هتفكر وترد عليه. وبالليل الثلاثه كانوا شغالين توضيب في الشاليه. وبعد ما خلصوا علي نام، لكن ساره صحته لان تليفونه كان بيرن، وكانت البنت اللي معاه في الشغل، فخرج يكلمها. ووقتها ساره كانت بتبص عليه وهي مبسوطه، بس فجاه ابتسامتها اختفت لما علي بان عليه الزعل. وعرفت طبعا ان البنت ما وافقتش. الولد بعد الموقف ده كان متضايق جدا وحاسس انه ما بيعملش اي حاجه. فالتانيه قالت له يمكن انت مش عايز
عايز تعمل حاجه فعلا، وبعدين يعني علشان انت مش لاقي حاجه تعملها فعاوز تتجوز وخلاص. التاني دخلها في سكه اهو اي حاجه اعملها بدل ما انا قاعد لوحدي يبقى معايا ونس، احنا قاعدين في وش بعض زي الهبل ومش بنعمل اي حاجه. ساره قالت له لا ما تجمعش، انا الحمد لله مبسوطه وانا لوحدي، اصلي مريت بتجربه صعبه ما حدش هيفهمها مهما قلت. امي تعبت وماتت في شهرين، وابويا اللي كنت مفروض اتسند عليه عمتي جابت له عروسه يشوفها في العزا بتاع امي، ولما زعلت وقلت له اني همشي سكت. علي قال لها صدقيني هو كان خايف، واوقات كتير الموقف بيبقى اكبر من الواحد وبيخليه ما يقدرش يشيل المسؤوليه، وبعدين انت مش مسؤوله منه ولا حاجه، انت كبيره وتقدري تشيلي نفسك، انت دلوقتي مبسوطه انك لوحدك وعايشه براحتك بس، وبعدين هنفضل قاعدين كده. وراح قايل لها اكتر حاجه ما كانش ينفع يقولها، لانه قال انا خايف نكون معطلين بعض. صاحبتنا بصت له كده، معطلين بعض يعني ايه يا علي؟ التاني اتوتر وقال لها انا عارف بقى اي كلام وخلاص، ونزل رد على تليفونه. ساره تسيبه ابدا، طلعت وراه وسالته هو بابا جاي هنا؟ جاي يسلم علينا عادي يعني، واهدي بقى الموضوع بقاله فتره كبيره والراجل زعلان، عديها ويا ستي مش هيجرالك حاجه لو رحتي له مره كل اسبوع. التانيه سكتت شويه وراحت مفتوحه فيه، انت ازاي تسمح لنفسك اني اقابله؟ انا مش مهيئه نفسيا اني اشوفه ولا اني ادخل بيت امي مش فيه، البيت اللي انت عايزني ادخله ده واحده تانيه موجوده فيه. علي وقتها حس ان ساره وجعها كبير فاخدها في حضنه وقال لها والله انا اسف، انا اصلي خايف عليك يا ساره وعاوزك تبقي مع باباكي، انا بحبه جدا وهو صعبان عليا، وانت كمان بحبك قوي قوي والله، بس خايف عليكي وعلى نفسي، انت المفروض تكوني مع باباكي. فبصيت له تاني هو يعني ايه معطلين بعض يا علي؟ الراجل قال لها لا ده اي كلام والله، انا اصلا ما كنتش عاوز اتكلم دلوقتي في اي حاجه لان انا مش كويس، فقلت اي كلام ويا ريت ما تاخديش في بالك. التانيه ما نطقتش وسابته ومشيت، بس اخدت قرار انها تختفي من حياته، لا خروجات ولا مكالمات ولا حتى مسجات. اي نعم كل واحد بقى لوحده، لكن يظلوا بيسالوا باقي الشله عن بعض علشان يطمنوا على بعض، لغايه ما في يوم علي بعت فويس انه هيكون موجود تحت بيت ساره الساعه 5 ولو ما نزلتيش هعمل لك فضيحه تحت العماره. البنت قالت لك خلاص كفايه كده وظبطت نفسها وفي الميعاد كانت تحت، بس المفاجاه ان علي ما كانش لوحده. مين دي يا معلم؟ تبقى ليلى صاحبته. طبعا ساره بعد ما كانت ضحكتها من الودن للودن بقت مبوظه طول الخروجه وبتضحك من تحت ضرسها، ولما كانوا في السينما كان الوضع زفت وساره كان عليها بوز يا جدع اعوذ بالله، بس ان جيت للحق معاها حق، ما هو ما ينفعش يبقى بقالهم فتره ما بيتكلموش ولما يجي يصالحها يجيب لها صاحبته الجديده. المهم الثلاثه خلصوا الخروجه المنيله دي وليلى كان لسه عندها سهره مع صحابها. تيجي معانا يا ساره؟ لا والله اصلي مش عامله حسابي ويا ريت تنزلوني اخد اوبر علشان ما تتاخروش. وكده يا معلم ساره بقت وحيده في الخروجات وفي البيت، بس هنشوفها دلوقتي عند مين؟ عند دكتور رامي، وشكل الامور بينهم هتحلو. الدكتور قال لها انه عاوز يقرب لها اكتر وانه كان معجب بيها من زمان وبيبقى مبسوط جدا وهم مع بعض، وان القعده دي لخروجه الكوبلز المنتظره ليلى وعلي وساره ورامي. المفاجاه ان علي وليلى لبسوا الدبل وبقوا مخطوبين رسمي. واحد هيسالني ويقول لي يا عم زيزو هي النظرات بتاعت علي وساره هل معناها ان في بينهم حاجه؟ اصل علي لو بيحبها ايه اللي هيخليه يخطب ليلى؟ وساره لو بتحبه ايه اللي هيخليها تقرب من رامي؟ اكتب لي رايك في التعليقات. المهم ان صاحبنا كان قاعد جنب خطيبته وعينه هتطلع على ساره وهي مع رامي، ولما خلصوا وكانوا هيروحوا كان عاوز ياخدها معاه علشان يروحها، بس طبعا رامي مرضيش فالتاني سابها وكان على عينه. تاني يوم ساره وليلى نزلوا يعملوا شوبينج، وفي بيت رامي كان هو وعلي قاعدين يلعبوا مستنيين البنات يخلصوا. ساره طلعت وقالت لعلي ان خطيبته مستنيه تحت، والتاني بقى ما كانش عاوز ينزل، وخصوصا لما رامي طلب من ساره انها تقوم تقيس الحاجات اللي اشتريتها. فصاحبنا استغل فرصه ان رامي دخل جوه وقال لها مفيش قياس هنا انت سامعاني، وسابها ونزل. عاوزك بقى تركز معايا دلوقتي علشان هنشوف سوا الدنيا اللي كل واحد من ابطالنا اتسحل فيها. اولا الاستاذ علي طالع على العالمين مع ليلى وحاجه اخر رواقه، عصاير وبسين ولمه لطيفه، وعلى الرغم من كل ده صاحبنا سابهم وطلع مع نفسه هو وتليفونه. اما ساره فكانت مع رامي في السينما وواضح ان الفيلم ممتع جدا بالنسبه لها علشان كده يعني نامت في النص. وبالليل علي كان في البار مع الشله وقضاها رقص وشرب وافوره على الاخر لدرجه انه دخل حمام الحريم ولحقوا 2 بنات وقعدوا يفوقوه وكانت حالته منيله بنيله، وده طبعا خلاه تاني يوم اخد ليلى ورجعوا. اما ساره فبنشوفها في العربيه مع رامي وما عجبهاش الاغاني اللي هو مشغلها فشغلت بهاء ولسه هتبدا تعيش مع الاغنيه زي ما كانت متعوده مع علي، لقت الدكتور ولا هو هنا فقضتها فرجه من الشباك. شويه وقفوا يشربوا عصير والدنيا بينهم حلوه، وفي ساعتها الدكتور فاجئها وطلب منها يقابل باباها واعترف لها انه بيحبها وانه من زمان محدش حرك مشاعره زيها. اليوم اللي بعده بنشوف علي خلع من مقابله ليلى، وده لانه هو بيتفق معاها جات له رساله من ساره وتقريبا كده هيتقابلوا، فالحدق قال لخطيبته انه رايح مشوار مع مامته. نفس الكلام بيحصل مع ساره وهي بتفهم رامي انها تعبت وعايزه تروح، ده على الرغم انهم كانوا لسه في نص الخروجه. وده يفهمك ان ساره وعلي كل حد فيهم حن القديم، او بمعنى اصح كل حد فيهم حن للتاني. وفعلا الاثنين اتقابلوا ووقفوا على النيل يغنوا النصر ويتكلموا عن حبهم لبهاء سلطان. بعدها طلعوا على بيت ساره وسهروا سوا للصبح، ولما جه وقت المروح علي وقف على الباب وتحس ان في كلام كتير عاوز يطلع منه، بس لما ساره استغربت انه واقف ساكت قال لها اصل البلكونه حلوه قوي، فقالت له شكرا وبالعافيه لما مشي. وحتى بعدها راح
راح بعت لها البرنس بهاء سلطان وهو بيقول اصل التفاصيل اجمل بكتير بوجودك فيها. وخليني اقول لك ان من دلوقتي علي بدأ يتغير من ناحية ليلى، وده لان من اللحظة دي بنشوفه مع ليلى وهو عمال بيرفض الخروجات المعتادة مع زمايلها، وقال لها انا مش متضايق منهم بس متضايق علشان مش بنقعد خالص لوحدنا، معلش انا مرهق شوية اليومين دول وما تزعليش مني. ونروح لسارة اللي كانت مع رامي وجالها رسالة من علي وتقريبا هيتقابلوا، فطلبت من الدكتور يروحها البيت علشان تعبانة، وطبعا هو مشي من هنا وعلي جه من هنا، والاتنين يا معلم ظبطوا نفسهم قبل ما يتقابلوا. اصحابنا قعدوا مع بعض قعدة صراحة وبدأوا يراجعوا كل ذكرياتهم وكأنهم بيتعرفوا على بعض لأول مرة، وكل واحد فيهم كان بيبص للتاني بطريقة مختلفة. علي كان عاوز يعرف هي سارة ليه صاحبة رامي بعد ما هو صاحب ليلى. خد المفاجأة دي، قالت له اصلك لما كنت موجود في حياتي كنت مليها قوي لدرجة اني ما حسيتش اني محتاجة حد تاني. فصاحبنا ابتسم وتحسه كان مصدوم. طيب هو انت ليه ما قلتليش كده من زمان؟ فقالت له انا ما كنتش اعرف. وفضلوا يرغوا لغاية ما المكان قفل عليهم، ولما وصلوا تحت بيت سارة فضلوا برضه مكملين نظرات وما فاقوش الا لما وصلتهم رسالة من رامي انه عازمهم بكرة على العشاء. ووقتها تحس ان الاتنين لبسوا وشوش تانية غير اللي كانت موجودة وسابوا بعض وكل واحد روح على بيته. تاني يوم سارة كانت عند رامي في البيت شوية والقابل التاني وصل، وسارة عرفت انهم بدأوا يجهزوا شقتهم. ساعتها رامي كان بيطلب من علي انه يكلم ابو سارة علشان يعني يروح يتقدم لها. علي طبعا رحب جدا وقال له وماله اكلمهولك. بعدها سارة نزلت تجيب حاجة من العربية وعلي نزل معاها. الاتنين ما نطقوش كلمة واحدة، لكن وهم طالعين في الاسانسير من غير كلام ومن غير اي مقدمات باسوا بعض. طيب ليه عملوا كده لسه ما نعرفش. المهم ان الاتنين دخلوا كملوا سهرتهم، وكالعادة سارة اختفت من حياة علي مرة تانية، لا خروجات ولا مكالمات ولا حتى مسجات، لغاية ما الواد فاض بيه وراح لها تحت البيت، والاتنين ما كانوش عارفين يقولوا ايه. بس خلاصة الكلام ان علي مش عاوز يبعد عن سارة مهما كان الثمن، وطلب منها ينسوا اللي حصل ويعتبروها غلطة لان ما كانش يقصد. لكن سارة قالت له انا مش هقدر اتجمع معاكوا تاني ومش هقدر اشوفك مرة تانية يا علي. ولما نزلت ومشيت علي جري وراها وكان بيعيط. طيب ناخد فرصة نفكر في اللي حصل، ما تعمليش كده يا سارة علشان خاطر انا مش هقدر. والتانية ما قالتش ولا كلمة، عيطت وطبطبت عليه ومشيت. بعدها راحت لرامي وقررت تسيبه، ولما قال لها انه بيحبها اتأسفت له وقالت له انها مش هتقدر تكمل وطلبت انه ما يزعلش منها. وعدت فترة قبل ما سارة تقدر ترجع تاني لحياتها، واول حاجة عملتها انها كتبت جواب لرامي وقالت له انا عشت طول حياتي خايفة ابقى لوحدي، وده خلاني اغلط في حق نفسي وفي حق اللي حواليا. واعترفت له انها اكتشفت سبب زعلها من ابوها، وتخيل السبب طلع ايه؟ انها عاوزة تفضل زعلانة منه علشان ما تتوجعش عليه لما يموت، واتأسفت له وطلبت انه يسامحها. التاني رد عليها الجواب وشوف قال لها ايه: انت عرفتيني حاجات جديدة عن نفسي، انا اكتشفت اني ما بكونش عارف انا عاوز ايه، واكتشفت كمان اني مغرور وفاكر اني علشان بنظم كل حاجة فما فيش حاجة هتبوظ، وانا كمان اسف لان عمري ما جربت اكون جزء من حياتك واعرف تفاصيلك، واكتفيت اني عاوزك وبس. وبعد طول انتظار سارة قدرت تروح لباباها اللي اول ما شافها اتفاجئ جدا ودخل يغير هدومه، وطلعت مرات باباها اخدتها بالحضن والجو كان حلو قوي. شوية وباباها خرج وكان اخر شياكة، واخدها وطلعوا على البلكونة وقعد يفرجها على الزرع اللي عنده. ومرة واحدة الراجل قعد يعيط واخدها في حضنه وهي كمان عيطت معاه. على زاوية تانية بنشوف علي دب خناقة جامدة جدا مع ليلى بعد ما كانوا سهرانين مع اصحابها، وقال لها انا مش مبسوط بس العيب مش فيكي خالص وانا اسف. التانية اتصدمت وقالت له احنا بنسيب بعض ولا ايه؟ هو ده بجد؟ طب انت كنت مكمل معايا ليه كل ده؟ انا كنت فاكراك راجل ولو عاوز حاجة هتقولها عادي، انما كنت ساكت ومكمل ليه؟ صاحبنا قال لها حقك تقولي كل اللي انت عاوزاه، بس انا ما كنتش داخله اتسلى، لكن اللي حصل لقيت اننا مش شبه بعض، احنا عمرنا ما قعدنا نرغي بالساعات وعمرنا ما ضحكنا بعض. فالتانية بصت له بحزن وقالت انا ما كنتش اعرف انك تافه قوي كده، وخلعت الدبله ومشيت. صاحبنا بقى خد بعضه وطيران على ساره والفرحه مش سايعاه، ولما شافها في الشارع وقف قصادها وقال لها بهاء سلطان نزل اغنيه جديده وانا اسف يا ساره انا بحبك ومش هقدر اعيش من غيرك. وهي قالت له وانا كمان بحبك قوي والحياه من غيرك وحشه قوي قوي. بعدها سالته هو انت تقصد الحب بتاع الكبار ده؟ فقال لها ايوه، ومش بس كده احنا كمان هنتجوز. وفي المشهد الاخير بنشوف الاتنين واخيرا عريس وعروسه، وعلى نغمات بهاء سلطان الفرح كله كان بيرقص، وكده هيعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات.